اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بوسبوس المطبخ. النهاردة جايه لكم فيديو حلو جدا جدا هيعجبكم. ازاي نعمل بادي لوشن للجسم يفضل معاكي ثابت وريحته ثابته جدا، ممكن يقعد معاكي باليومين والثلاث ايام كمان. ريحته حلوه وفي نفس الوقت هيرطب جسمك، يعني الجونسون هيرطب الجلد والجسم ويسيب لك الجلد ناعم ومترطب وبيلمع كده وحلو. وفي نفس الوقت ان احنا هنحط عليه مكون تاني يخلي ريحته كمان حلوه وتثبت جدا جدا في الجسم. تخرجي بقى كده في الصيف وانتي واثقه كده من نفسك، اما تبقي حرانه كده تحطي منه تلاقي نفسك كده فوقتي. هيبقى بجد جميل جدا. طيب بالنسبه لزيت جونسون، انا كان عندي اللي هي ال50 مللي صغيره، كانت عندي بقالها فتره يعني كبيره. طبعا هي مقاطعه علشان لو في ناس كتير هتقولي انت جايبه جونسون ومقاطعه. في دلوقتي ماركه تانية اسمها نونو برضو كويس. بس هو طبعا عشان كان عندي فانا هستخدمه. لكن انتي تقدري تجيبي الزيت التاني، هو اللي اسمه نونو، زي الجونسون كده، اويل بس اسمه نونو. انا عندي ال50 ملي، فانتي لو جبتي ال80 او ال100 تقدري ان انتي تضاعفي الكمية. احنا هنحط عليها الزيت العطري ده. هتروحي عند اي حد بيركب روايح وهتقولي له عايزة 50 ملي من الزيوت اللي انا هقولك عليها. وتقدري ان انتي تختاري من عنده اي حاجة تانية، بس الزيت البرفيوم نفسه هيكون خام، يعني مش محطوط عليه كحول او اي حاجة، هيكون العطر خام. تمام. انا جايبة الازازة دي ب50 جنيه. ده مسك فراولة على اللي هو المسك طهارة. الاتنين مع بعض يا جماعة حلوين جدا جدا، بيدوا ريحة نظافة كده للجسم مع ريحة الفراولة. بتدي ريحة انتعاش كده للجسم، وريحتك بتبقى فواكه كده، ريحتك حلوة قوي. تقدري لو انتي عايزة تبدلي المسك الفراولة، في مسك توت وفي مسك كريز، تقدري تختاري اللي انتي حباه. بس الفراولة والتوت والكريز هم اكتر تلات انواع، يعني فيهم انوثة وفيهم ريحة حلوة كمان، وهتثبت معاكي جدا. تقدري ان انت تحطي بقى البرفيوم اللي انت بتحبيه، يعني انت مثلا بتحبي سكندا، بتحبي بيربري هير، البرفيوم نفسه الريحة نفسها اللي انت بتعملي منها الريحة بتاعتك اللي انت مخصصة ليكي. فانا جبتها كده من عند الراجل. هي ازازة كده مش كبيرة، هفتحها بس عايزة اشيل البلية دي عشان اقدر ان انا احط منها على يعني أنا محتاجة بس اشيل البلية دي، هشيلها وارجع لكم تاني. وهفتح كمان هنا العلبة بتاعة الجونسون، هشيل برضو البلاستيكة اللي هنا. خلاص كده انا شلت الرولة اللي هنا البلية دي، هرجعها تاني عشان طبعا الازازة هتبقى كبيرة. انا هحط هنا، بصوا يعني هو ناقصة شوية، فانا هحط بقى الزيت. بصوا هو بيكون تقيل، بصوا تقيل ازاي. لو اتبقى حاجة هسيبها استخدمها انا بعدين. بصوا هي يا دوبك كويس قوي ان انا جبت على قد الازازة. بصوا اهي، اللي بينزل في الاخر ده هو مسك الطهارة، بيكون لونه ابيض شفاف وتقيل. وتقدري تجيبي بداله مسك رمان، بيبقى قوي جدا برضو وفواح جدا جدا. الاتنين حلوين قوي قوي يا جماعة. وزي ما قلتلك تقدري تختاري اللي انت عايزاه، يعني الروايح دي على حسب اختيارك انت. هرجع بقى البلية هنا دي، ممكن بقى تحطيها في شنطتك كده تستخدميها يعني برضو. بس اهم حاجة تجيبي العطر او العطر يكون زيت خام، مش مضاف عليه اي حاجة. هغطي بقى، حطيتها. بصوا هقلبها بقى كويس جدا، انا عايزاها تندمج كلها مع بعض. بصوا اهي بتبتدي ان هي تندمج كلها مع بعض. رجيها بس كده كويس. بجد لو عملتيها هتدمني ريحتها، وكل اللي هيسلم عليكي او يشمها يقولك انتي حاطه ايه بالظبط. ريحتها بتثبت جدا جدا زي ما قلتلك. بتقعد ممكن معاكي تاخدي شاور يوم واتنين وريحة جسمك تبقى فواحة جدا. عارفين الناس السودانيين كده اللي ريحتهم بتبقى مفحفحة كده، ريحة نظافة. بجد هي بقى السر كله ان هما بيخلطوا الروايح نفسها الاساسية مع زيوت،
فالزيت مع البارفان بيثبت جدا على الجسم، بيقعد باليومين وبالتلاتة، الريحة ثابتة وحلوة قوي قوي. انا كده خلطتها خالص، وده كده شكلها بعد ما خلطتها. بالنسبة لان انت تستخدميها ازاي، هتستخدميها بعد ما تاخدي شاور كده ويبقى جسمك نظيف مندي، تبتدي ان انت تاخدي منها قطرات كده صغيرة وتمشي على جلدك كله، في اماكن النبض طبعا، تحت ورا الودان، تحت الصدر، ما بين ورا الركب. الحاجات دي هي اللي بتثبت الريحة قوي. وكمان المكانين هنا برضو بيثبت الريحة جدا. طريقتها سهلة خالص، يعني هي ما فيهاش حاجة. عملتي بادي لوشن بيبقى غالي جدا وهيثبت معاكي ايام زي ما قلتلك. انا بقى فكرت دلوقتي بعد ما فضيتها ان انا احط حبة هنا، بس هي انا سبتها ثانيتين بس، رحت عملت حاجة راحت ايه، يعني الزيت فصل. تمام. انتي قبل ما تستخدميها لازم ترجيها كده كويس كويس، وبعد كده تاخدي منها وتستخدمي منها على طول. يعني هي بس اول ما هتسيبيها هتحسي ان الزيت الاويل بتاع جونسون هو اللي طلع فوق، والريحة بصي اهي تحت. فهي بتفصل علشان طبعا الزيوت دي زيوت خام، البرفيوم نفسه خام، فعلشان كده بتفصل عن بعضها. فانتي قبل ما تستخدميها رجيها كويس، وبعد كده ابتدي خدي منها ووزعها على جسمك. فانا هامله بقى دلوقتي حبه في الازازه دي، خليها بقى في شنطتي وانتي خارجه كده تعطري بيها، هتبقى حلوه قوي، وحاجه رول كده صغيره في الشنطه. مليت بقى هنا، مليت الازازه دي تاني، ودي بقى اللي هخليها كده في الحمام. في الاول الفيديو انا قلت لكم الازازه دي 50 ملي، انا اسفه جدا، هي مش 50 ملي، 50 جرام. يعني هتجيبي مثلا 25 جرام من مسك توت او فراوله، وهتجيبي 25 جرام من مسك الطهاره او المسك الابيض، او اللي انت بقى حباه، او اي نوع ريحه انت بتحبيها بتفضليها وبتحبيها. بس كده الطريقة كانت سهلة قوي، ويا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وفيديو كده كان بسيط وحاجة كده عملتها فحبيت ان انا اشارككم بيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفاد. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم ليا، ومع السلامة.